مرحبا بكم في قناة الباحث عبد الله الحسيني على اليوتيوب، حيث نقوم بتأملات عميقة حول المسلمات التي تشكل فهمنا للعالم. اليوم نستكشف معا موضوعا فريدا ومثيرا للتفكير: هويات الرموز التاريخية. دعونا نغوص في هذا التأمل العميق. طالما تأملت في تاريخ الدول وحاضرها، خصوصا تلك التي حافظت على مقومات الهوية مشابهة لما هي عليه الآن، ومناط الإشكال أن بعض شخصيات الماضي ينسبهم البعض لدول الحاضر بسبب مولدهم في تلك البقعة التي أصبحت تنتمي اليوم لدولة جديدة. فهل مثلا يعتبر القديس أغسطين جزائري؟ صحيح أن المفارقة تبدو بديهية ومضحكة، لكن لأنها تتكرر كثيرا في التداول الافتراضي فهي تستحق التأمل. هل القديس أغسطين جزائري؟ وبالمقابل، هل ابن بطوطة مغربي؟ وهل ابن رشد إسباني أم مغربي؟ هل ابن سينا أوزبكستاني؟ وهل الفارابي كازاخستاني؟ هل ينتمون للحضارة الإسلامية أم ينتمون للحضارة العربية؟ أسئلة تستحق التأمل، خصوصا حين نعتبر أن حضارتنا الإسلامية أنتجت العلماء ونستمتع بأمجاد الماضي. السؤال المنطقي هو: هل هنالك معايير للإجابة على هذه التساؤلات؟ حين يقال أن ابن بطوطة مغربي لأنه ولد في طنجة، يجب أن يكون انتماؤه وقت ولادته ووقت إنجازاته إلى بلاد لها هوية سياسية واجتماعية تسمى المغرب، أو لها امتداد للمغرب المعاصر. فهل هوية المغرب السياسية الاجتماعية والثقافية اليوم ممتدة فعلا إلى تلك العصور الزمنية الغابرة؟ بطريقة مبسطة، إن الهوية تحدد ملامح الشخصية، وقد تكون الشخصية مادية كالبشر أو الحيوان، وقد تكون شخصية اعتبارية كالشركات والهيئات والدول. فالهوية هي التي تحدد ملامح الشخصية. الشخصية الاعتبارية التي تسمى دولة المغرب، هل تواصلت مقوماتها ومقومات هويتها إلى أزمنة قديمة، أم تشكلت هوية جديدة مع العصر الحالي بعد الاستعمار؟ ونفس السؤال بطريقة أخرى: هل انقطعت أسس تكوين هوية الشخصية الاعتبارية المكونة للدولة المغربية عبر الزمان، أم ظلت الأسس قائمة حتى في ظروف المد والجزر السياسيين؟ قبل ذلك يجب التعريج على مقومات الدولة حاليا وفي منطق العصور القديمة. اليوم الدولة هي سلطة وشعب وتراب للبلد، أما في الماضي كانت الدول تبرز عبر السلطة التي تفرض حكمها، ويتجلى خضوع المحكومين بتأديتهم للضرائب. فالسلطة العثمانية مثلا كانت تمتد لدول بعيدة عن المركز، لكن تجليات السلطة أو رفضها تتم عبر قبول أو رفض تأدية الضرائب للجابي العثماني. هذه هي الدولة كمفهوم لا مادي. ولأن الإقليم الترابي الذي يتشكل منه المغرب اليوم كان خاضعا للسلطات المتعاقبة عبر تأديته للضرائب، بل وتعبيره الصريح الكتابي للبيعة. البيعة دائما للسلطان المركزي. لأن هذا كان كذلك، فإنه لا مبرر للحديث عن تغير في هوية الدولة المغربية،
خصوصا أن نفس عائلة السلاطين تحكم قبل وبعد مرحلة الدولة الحديثة، أي فترة الاستعمار. وقبل الدولة العلوية لم يكن للعوائل السعدية أو المرينية ومن جاء قبلهم أي انتماء مختلف. وكما يقول أحد الباحثين الفرنسيين، فالدولة المغربية كانت غالبا تولد من أحدى المدينتين، فاس أو مراكش، أي أن الولادة محلية الصنع ومتكررة، ما يعني أن الدولة قائمة في الموروث الشعبي المغربي. لقد كانت قائمة حتى عند سقوطها، إذ سرعان ما تنشأ أخرى وكأنها فقط تغير جلدها، لكنها تبقي على نفس هويتها، ما يمكن أن يعطيها معنى الحكومة أكثر من معنى الدولة، لأن الدولة واحدة والحكومات تتغير من حكومة السعدية أو الحكومة المرينية إلى ما ذلك. إذن فكل شخصية طبيعية، يعني إنسان مثلا عالم دين أو رحالة، كانت هذه الشخصية تنتمي لأي رقعة جغرافية كانت تابعة آنذاك للدولة المغربية العلوية، هي تحسب على مغرب اليوم، لأن الانتماء هو لنفس الهوية السياسية الاجتماعية، واحتسابها ضمن تاريخ الدولة التي تهيمن اليوم على المنطقة الترابية التي خضعت للدولة المغربية هو اعتداء على التاريخ. وعيد، كل شخصية طبيعية، يعني إنسان عالم دين أو رحالة، كانت هذه الشخصية تنتمي لأي رقعة جغرافية كانت تابعة آنذاك للدولة المغربية، تحسب على مغرب اليوم، لأن الانتماء كان لنفس الهوية السياسية الاجتماعية. فابن رشد مثلا مغربي، لماذا؟ لكونه ينتمي للدولة الموحدية وليس لدولة إسبانية رغم تواجده في الأندلس. فكل الرموز التي نشأت في التراب المجاور في عصر وتحت سلطة الدولة المغربية المتعاقبة يجب أن ينسب هذه الرموز أن تنسب للتاريخ المغربي. أما الذين برزوا في منطقة مجاورة في وقت كان النفوذ المغربي متقلصا وقتها فينسبون لإمارتهم أو قبائلهم إذا لم يكونوا تحت ظل دولة أخرى، وإلا فهم ينسبون لها إن هي استمرت مقومات هويتها في التواجد إلى اليوم. وبالتالي وللإجابة عن سؤال انتماء القديس أغسطين وهل وجوده ضمن التراب الذي يعتبر اليوم جزائريا يجعله هو الآخر جزائري، الجواب وفق المنطق الهويات المذكور أعلاه في غاية البساطة. فهوية الدولة الجزائرية ومقوماتها لا علاقة لها بالنظام السياسي والاجتماعي في القرن الخامس شخصية أغسطين، ولو أن التراب نفس الرقعة الجغرافية، إلا أن الهويتان لا مقارنة بينهما. كذلك فابن سينا ليس أوزبكستاني ولا الفارابي كازاخستاني، بل هما نتاج هوية الدولة العباسية وفق هذا المنطق الهوياتي السابق ذكره. أتمنى أن هذا العرض قدم لكم إضاءات جديدة ومثيرة للتفكير حول هوية الرموز التاريخية وكيفية تحديدها في سياقها الحقيقي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من التأملات العميقة والمثيرة للفكر. شاركونا آراءكم وتفكيراتكم في التعليقات أدناه. شكرا لكم على المشاهدة، ونراكم في مقطع فيديو جديد قريبا.